السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءك كله خير وصباحك كله رزق ويومك جميل زي الأهلي الجميل. الأهلي النهاردة حلو. الأهلي النهاردة بيكسب الزمالك 2-0 في ماتش في كورة. أنا بكسبك كورة. أنا بكسبك كورة. في ماتش الأهلي في حلو قوي. في ماتش الأهلي أسلوبه بان. في ماتش الأهلي فرض فيه شخصيته. ده اللي أنا كنت بتكلم فيه قبل كده. ارجع. هي الكورة 100 مرة أقول لك الكورة هنا. الكورة هنا. ارجع يا عم اتفرج على الفيديوهات. قلت الاهلي لازم يفرض شخصيته قدام الفرق دي. الزمالك ما جاش لما انت ضغطته. لعبت شوط اول ضاغط من قدام. اتكعبله. الزمالك واقف تايه لغايه لما جه الزيزو. الزيزو. الزيزو اللي انا هتكلم عليه كتير قوي النهارده. زيزو لعيب كبير قوي. النهارده بتاريخ 9/11 زيزو انتقل للنادي الاهلي. اول مره اشوف زيزو بالشخصيه دي. اقسم بالله ما افوره. 90 دقيقه بيتشتم ومضغوط والدنيا سهله معاه في الملعب. الدنيا سهله ورايح وبيطلب الكوره واديني مالكش دعوه بحاجه. هو سادد ودنه. زيزو النهارده 10/10. زيزو النهارده جوه الملعب وبره الملعب 10/10. النهارده الناس بتشتمه بامه وبابوه وده وبمراته. راجل في الدقيقة 20 وقف اللعب. كورنر الاهلي ما لعبهاش بسرعة راح وقف. عايز يهدي الدنيا برضو خلي بالك. فاهم في اللي هي تخليد الشهداء بتاعت الزمان. راجل عايز يهدي الدنيا والدنيا طني 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 في الموضوع الدرجات مش سايبينه. لعيب كبير قوي 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 قوي. والنهارده بدايته مع الاهلي. والنهارده استنى زيزو. والنهارده استنى زيزو بالروح. بالروح. مش بحاجة تانية. مش بموظف. مش افوره. النهارده الاهلي فرض شخصيته على عبد الرؤوف. تقعد قبل الماتش تفكر عبد الرؤوف هيلعب بأنهي طريقه مش هتعرف. عبد الرؤوف هيلعب مين مكان بإنتاج مش هتعرف. طب عدي مش هيلعب. طب سيف اللي هيلعب. سيف جعفر هيلعب. طب سيف الجزيري هيلعب. انت قاعد. لو الاهلي رد فعل الاهلي هيبقى قاعد تايه. هيستروب ده كان هيبقى قاعد تايه. اما هو حسبها حسب الكوره. انا انزل افرض شخصيتي وافرض اسلوبي في الملعب. افرض اسلوبي. انا الاهلي. انا هنزل اول 45 دقيقه كامله بضغط. اللي اذا الكره بتاعت شيكوبينزا دي اللي عدى منها. انت 45 دقيقه الاولانيين ضاغطهم ملخبطهم. ملخبطهم لغايه لما زيزو جه الله يبارك له الرايق. اوفر بن شرقي على صدره. جون. جون نتيجه للضغط. جون نتيجه للضغط. طول ما انت ضاغط كل ما الدنيا عندهم مفيش بقى حد يستلم ويهدي يعني مسكوا كرة لما عبد الله نزل. يعني عرفوا ينقلوا شوية لما عبد الله نزل. بن شرقي عاقل قوي. بن شرقي رايق. فرقة حلوة. تريزيجيه بيحاول. ديانج مظلوم. ديانج اخر كام ماتش كنت يابا منتقده في الاول بس ديانج اخر كام ماتش مظلوم. ديانج كساحة والراجل ابتدى يشوفه صح وابتدى يعتمد عليه. يعني شوف الكام لا ديانج اول واحد بيتحط في نص الملعب. مروان حلو. مروان القرار يا مروان. يعني يا مروان القرار. القرار يا مروان. لما ابتديت اهدى على الكرة لما بقطع واشوف هعمل ايه ومش صربعة. يعني غير ماتش سيراميكا كمية الميس باص. لا مروان النهارده عاقل. مروان النهارده تقل على الكورة. مروان النهارده فاجئني في الجون التاني لما طاهر نزل. اللي هو اللي زي جوه ال 18 وبيحطها. عندك. عندك. وحش في حتة كملها بقى. كملها اشتغل يا اخي على نفسك. عالمي. طاهر انا بالنسبه لي طاهر كمجمل لعيب انا ما بقيتش اتقبله. بس النهارده نزل ادى. النهارده عامل اوفر بتاع مروان الجون التاني. الاهلي حلو والاهلي شكله حلو. الاهلي الدنيا ورا مش احسن حاجه بس النهارده بتكلم في 90 دقيقه الاهلي دار الماتش صح. الاهلي اعلى بكتير في ارض الملعب. اعلى بكتير قوي من الزمالك.
يمكن الزمالك النهارده بعد كام 10 12 ماتش تبتدي تقولي اللي فيه لعيبه في الزمالك لا. يعني كجانب تاني كزملكاوي او كمشجع او اداره بقى، ما اعرفش هي بتمشي ازاي اليومين دول. كجون ادوارد، لا ده في كام لعيب ما يستحقوش يخشوا نادي الزمالك، ما يستحقوش. اسامي احمد شريف بقى، عمرو ناصر، ده في شويه، ده ما فيش من الشله اللي اشتروها غير محمد اسماعيل. تيجي تقول لي بقى لا، ما انت كنت بتقولي سكواد الزمالك جامد وسكواد الزمالك متكامل. عشان ده اللي كان ظاهر، ده اللي كان ظاهر من بره، ان التجربه بتاعته كويسه، اشتغل صح. اما لما الدنيا ومفيش فلوس وبتاع، وسيبك بقى من القصص دي، اتكلم فني. انا قلت لك عمل عمق سكواد، اما كفني انا ما كنتش شايف حد غير البرازيلي 2000 ولغايه دلوقتي على كلامي، رغم ان الماتشين كان في جيب كوكا. يعني الماتشين كوكا عمل عليه ماتش. تقول لي النهارده نازل مصاب ومش مصاب ونزل ما... لا، كوكا يعني انا بحس ان كوكا ناحيه الشمال اي ماتش مقبول بيعمله لما بياخد اوردر معين واحد بس في الماتش، اللي انا هقف امسك ده. يمكن ده عشان توظيفته اصلا في نص الملعب قطيع، اما هو غير كده باك شمال ان شاء الله، ان شاء الله جاي باك شمال مع فيرويد. النهارده بقى الراجل في حاجه صغيره قوي 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 ضايقتني، صغيره قد كده، او كان حاجه مش مضايقاني، كنت مستنيه وانا قاعد بتفرج على الماتش. كان نفسي بالرمضان اللي ينزل الاول، لما جريتشار خرج كان نفسي بالرمضان اللي ينزل، ما كانتش تبقى التبديله التانيه. قول لي ليه؟ حط بن شرقي فيرويد، اتفرج على الجون الاول والروقان والاستلامه والهدوء والحطه. لعيب كوره، لعيب كوره، بن شرقي كواليتي. كنت بقعد اقول لك السكواد ده ينزل يدي اربعات في خمسات في ستات، كان عندي حق، كان عندي حق. تقول لي السوبر ده دفعه للاهلي. النهارده بتاريخ 8 11 زيزو ينتقل رسميا للنادي الاهلي. هرجع تاني واتكلم على زيزو، هرجع تاني واتكلم على الراجل ده. زيزو النهارده اقسم بالله اتفرج على زيزو الفتره الجايه. خلي بالك ارقام زيزو حلوه ومساهماته حلوه، بس انت في الملعب ككاركتر لا. النهارده العب، عايز اظهر، الناس بتشتمني عايز ارد. شغل عبد الله السعيد واللعيبه الكبيره. عبد الله السعيد برضه يرجع بعد ما مشي من الاهلي وراح بيراميدز، الدنيا فريش، مفيش ضغط. انا مش سامع، انا مش سامع اللي بيتقال، انا بأدي شغلي. انا شغلتي لعيب كرة افرح الناس دي، هعمل كده. فكان نفسي بس بن شرقي يخش في حتة الفيرويد دي. بن شرقي لعيب كورة، بيعرف يستلم تحت ضغط، بيعرف يتعامل واحد على واحد. كنت تودي بقى زيزو ناحية الرايت وتعدل الملعب، بس عادي طاهر نزل وأدى وعمل واحدة. نزول بيكهام تأميني، تأميني. عارف النهارده ابتدت تظهر ان الاهلي هيبقى ده اسلوبه. يمكن الراجل الفترات اللي فاتت بيدافع بسرعه بعد اول 15 دقيقه او اول لما بنجيب جون، ممكن البدني هو مش واثق في الفرق. بس النهارده 65 دقيقه او 70 دقيقه الاهلي ضاغط، ضاغط لغايه بس الاصابتين واضطريت تنزل بالرمضان وطاهر فالدنيا، وراح نزلت بيكهام تأمن بيه. بس الضغط، الضغط باين، الاسلوب باين. يستر رب النهارده من اول الماتش اللي ابتديت اتكلم عليه كتير، ابتديت اقتنع بيه. هو عارف برضو اللي فيه نقطه ضعف بين الاتنين اللي ورا، حتى الماتش اللي فات راح نزل ببيكهام، امن برضو دغري، ما فكرش عندي مشكله امنه. اه الضغط ماشي بس البدني ممكن يكون واقع. ماتش مهم مهم مهم، مبسوط قوي ورايق قوي واليوم حلو قوي. السوبر ده هتبني عليه، السوبر ده هيوديك لحته تانيه. السوبر ده كان مهم قوي 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 قوي. بقول لك سوبر مهم قوي، هتكمل عليه السيزون ده. السيزون ده دي بدايه انطلاقته. تقول لي لا احنا لعبنا، لا اسمع اللي انا بقول لك عليه. في اللي فات كمان، ارجع للي فات. فايلر، فتلي فايلر لما كسب السوبر المصري برضو اثرت معاه بعد كده، خلاص ادى ثقه الفرقه، اللعيبه اقتنعت بكلامه، لا اللي انت بتتكلم فيه ده صح، فاحنا بنشتغل بطريقه صح. موسيماني هكذا. كولر كسب برضو السوبر من الزمالك،
هي نقطة بداية فترة يستروب. الضغط ابتدى يظهر، الضغط ابتدى يظهر. يمكن لسه كنت بقول لك اللي هي ممكن البدني هو مش مساعده بتاعت اللعيبه. النهارده تريزيجيه راجع بشد، طالع بشد، جريديشار برضو طالع على النقاله، والماتش اللي فات هكذا. فبكلمك برضو ممكن البدني هو شايف اكتر، هو شايف اكتر. بس النهارده انك تضغط 45 دقيقه فبتجيب جون، فبتنزل الشوط الثاني تضغط برضو. اضطريت تدافع، ممكن اقول لك عشان الاصابات وي 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 ماشي، بس برضو رجعت تدافع. اديك شفت اللي حصل. مجرد ما الاهلي بيسيب الكوره للفرقه اللي قدام مننا بيحصل قلق، بيحصل قلق. النهارده نزلت، راح انت على طول ترجمتها وراح نزلت بيكم. لا انا هقفل الدنيا ورا، خلاص الدنيا كويسه، هلعب على التحول اللي انت كنت بتلعب عليه بتاع سيراميكا بتاع طاهر، انه يزق كوره. كل ده تمام. يعني المشكله الوحيده عندي لو الاهلي ابتدى يلعب باسلوب الضغط لغايه لما اجيب جون. لا، انا فارض شخصيتي على 90 دقيقه. بدني ما يسعفنيش، لا انا بلعب بمروان وديانج، بلعب بمروان وديانج بيسهلوا على ناس كتير الضغط العالي. فالحته دي بالنسبه لي كفني، لا الراجل 100 100، الراجل 100 100. والنهارده ظهر شغله، ظهر شغله النهارده. النهارده بتتفرج على كوره، النهارده الفرقه حلوه. النهارده الشناوي يمكن الكره اللي هي بالايد بتاعت سيف الجزيري اللي ضاعت، اللي اتحسب قصدي اللي ما اتحسبتش، خروج برده ما كانش احسن حاجه. النهارده احمد عبد الرؤوف ما بتبتديش ليه بالجزيري؟ برضه احمد عبد الرؤوف لخفنها. تقول لي مش عارف مين يتصاب، لا هو لخفنها برضه، هو لخفنها قوي. عبد الله يبتدي، سيف الجزيري يبتدي، اللعيبه دي تبتدي. عبد الله ده ما يقعدش دكه في ماتش زي ده. سهل الدنيا برضه، سهل الدنيا. شوف الفرق بين الزمالك قبل ما عبد الله والزمالك بعد عبد الله. الراجل برضه سهل الدنيا قوي احمد عبد الرؤوف. ماشي عندي عداية يتصاب، لا سيف، سيف حتى موفق على الاهلي. يعني سيف موفق على الاهلي، ابتدي بسيف. احمد شريف لا يصلح، عمرو ناصر لا يصلح، شيكو بنزا مش نافع، حتى عداية دباغ مش مقنع، مش مقنع. فالزمالك صدرت له انت مشاكل العالم كله النهارده، فوق حطيت فوق دماغه تين تاني. وانت بقى خلاص المفروض تبقى فريش. هو ده اللي كنت بكلمك عليه بقى في ماتش الدوري، بس انت ما استغلتهاش. بس ده ماتش ببطوله يفرق بقى، ماتش ببطوله مع جمهور يفرق معاك بقى في السيزون. تبتدي بقى تطبق فكرك وبتاع. انا شايف اللي جاي احسن ان شاء الله. واليوم النهارده حلو، والاهلي مكيفني واللعيبه مكيفاني، والحمد لله على السوبر ده، السوبر ال 16. الاهلي واخد السوبر ال 16، انت واخد 4 سوبر. زيزو الملك. مش عايز اطول عليك، اعمل سبسكرايب للقناه لو الكلام عجبك. اكتب لي ايه رايك، خلفني معايا ان شاء الله تبقى معايا والكلام يعجبك. سلام.